السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة الفيديو مختلف، هنعمل كفر مصحف بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. انا استخدمت فيه خيط هيمالايا، وزينت الاطراف بخيط اليس ديفا. تمام، والورد طبعا باليس ديفا برضو. يعني هتحاولي على قد ما تقدري تستخدمي الخيوط اللي عندك يعني. اخد بالظبط بكل حاجة، بالوردة والكفر كله شلة بالظبط. تمام، عملت من جوه الفاصل دوت اهو. الفاصل ده طبعا بيتعمل اي شكل انت حباه، وردة اي حاجة. انا عملت زي الكرة الصغننة كده. تمام. غرزه سهلة وبسيطة وسريعة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنسينيش في اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. الكفر احلى حاجة ما فيه ان انتي ممكن تعمليه باي غرزة. المهم ان احنا ناخد مقاسات المصحف كويس، طول او عرض، وتشتغليه بالغرزة اللي انتي حباها. طيب انا هنا اشتغلته بثلاث غرز، غرزتين في الكفر وغرزة على الاطراف غير الورد. زي ما اتفقنا. المصحف هتشتغليه بالغرزة اللي تحبيها. طبعا هوريكم الغرزة اللي انا عملت بيها ومقاس المصحف كله بالداخل كده. الجزء اللي بيركب فيه من جوه كله 45 سنتي. تمام، ده العرض. احنا هنعمله 43 عشان نعمل حساب ان هو الخيط بيفرد معانا في الشغل. فهنبدأ كده نقول بسم الله ونعمل عدد سلاسل بطول 43 سنتي. تمام. طبعا انت كل خيط هتستخدميه هتستخدمي الابرة المناسبة معاه. هنفضل نعمل عدد من السلاسل بالشكل ده كده بطول كام؟ بطول 43 سنتي اهو. طبعا هشتغل معاكم المصحف كله ان شاء الله، ونعمل مع بعض الوردة ونعرف نعمل ازاي فرع الشجر الاخضر ان شاء الله. يبقى احنا هنعمل سلاسل بطول 43 سنتي اهو بالشكل ده. اخلصها وارجع لكم. انا هنا عملت سلاسل بطول 43 سنتي. اول سطر معانا هنرتفع سلسلة لان هنشتغل غرز ايه؟ غرز حشو. يبقى هنمشي على السلاسل دي كلها عشان نجهزها للغرزة الجاية. هنمشي عليها بغرز ايه؟ حشو. طبعا غرزة الحشو سهلة جدا، وفي فيديوهات تعليمية في القناة ازاي تمسكي الابرة وازاي تتعلمي الغرزة الاساسية. بندخل في الغرزة كده ونسحب الخيط، بيبقى معانا حلقتين، بنلف ونطلع من الحلقتين. تمام، يبقى دي اسمها غرزة الحشو. يبقى همشي على السلاسل كلها غرزة الايه؟ الحشو. اخلصها عشان ما نطولش عليكم الفيديو وارجع لكم ان شاء الله. انا هنا اشتغلت غرز الحشو اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا قستها بالمزورة. بعد ما اشتغلت غرز الحشو لقيتني وصلت للطول اللي انا محتاجاه اللي هو 45 سنتي. انما لو كنت بدأتيها ب45 كانت ممكن توصل معاكي 47 ويبقى واسع على الكفر. طيب السطر التاني عبارة عن ايه؟ هرتفع سلسلة وهنشتغل غرز النص عمود في اول غرزة. طب ليه سلسلة واحدة؟ لان عايزة الغرز تبقى متماسكة، مفيش ايه فراغ ما بين كل سطر والتاني. فاول غرزة هدخل فيها واعملها نص عمود اهو. طبعا بلف لفة على الابرة وادخل واسحب الخيط، بيبقى معايا 3 لفات، بسحب واطلع من 3 لفات مع بعض. طيب هسيب غرزة، والغرزة اللي بعدها هعمل فيها ايه؟ هدخل اعمل فيها حشو، وفي نفس المكان هعمل معاها عمود بلفة اهو. يبقى بعمل حشو وعمود بلفة في نفس الغرزة. تاني هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واعمل حشو اهو، وجنب الحشو الف لفة على الابرة وادخل في نفس الغرزة واعمل عمود بلفة. تاني هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واعمل حشو والف لفة على الابرة وادخل تاني
واسحب واعمل عمود بلفة، بطلع من حلقتين في حلقتين. تمام، يبقى السطر كله معانا بالشكل ده، ان انا هعمل حشو والف لفة واعمل عمود بلفة معاه اهو. ما ننساش ان احنا بنسيب غرزة من تحت وندخل في اللي بعدها. ده بالنسبة لأول سطر في الغرزة معانا. ماشي، يبقى السطر الأولاني عملنا نص عمود، طبعا ده بعد سلاسل الارتفاع، بعد غرزة الحشو عملنا سلاسل الارتفاع واشتغلنا عليهم حشو، وعملنا سطر نص عمود. وبعد سوري، في سطر نص عمود، عملنا أول غرزة نص عمود وسيبنا غرزة، وعملنا في اللي بعدها حشو وعمود بلفة. هخلص السطر ده وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر الاول، بقى بس معايا اخر غرزة هعملها نص عمود زي ما بدأت السطر بالنص عمود. تمام. طيب، طبعا شكل الغرزة مش هيبان غير لما ترتفعي بالاسطر. ماشي، السطر اللي جاي هرتفع سلسلة والف الشغل والف لفة، واول غرزة هتقابلني هعمل فيها نص عمود اهو. يبقى انا كل سطر ببدأه بايه؟ بنص عمود. طيب، اللي بعد كده هسيب غرزة واروح للي بعدها واعمل فيها كرر، اعمل فيها حشو وجنبها عمود بلفة. هنلاقي نفسنا اوريدي بندخل فين لما بنسيب غرزة من فوق اهو ونروح اللي بعدها، لقينا بنروح لغرزة الحشو. طبعا العمود بلفة باين اهي اطول شوية، فهندخل كده اهو ونلف لفة وندخل ونعمل عمود بلفة معاها. هنسيب غرزة ونروح للي بعدها اهي مكانها واضح، ونعمل حشو ونعمل عمود بلفة تاني اهو. هسيب غرزة من فوق واروح للغرزة اللي بعدها وادخل فيها واعمل حشو واعمل عمود بلفة. تمام، هنمشي كده بالاسطر ونفضل نرتفع بسلسلة واحدة، ومن هنا اول غرزة نص عمود والطرف التاني نص عمود. انا هرتفع بالقص وارجع لكم اقول لكم عملت قد ايه، لان انا زي ما وريتكم هعمل غرزة من على حرف الصدفة دي ازين بيها الشغل. خلاص طبعا، ومش هكمل كله لان في النص مغيرة مغيرة الغرزة لو اخدتوا بالكم. هخلص انا وارجع لكم تاني. انا هنا عملت 5 سنتي من الغرزة الجميلة دي، بس شكلها حلوة اوي ازاي. عملت 5 سنتي. هكمل في الجزء اللي في النص. انا هنا كنت مكملة بغرزة عمود بلفة، بس هنا الخيط كان سميك معايا، فبصوا يعني انا بحط ايدي العمود بلفة الغرزة ملمومة عشان الخيط سميك، انما الخيط اللي انا شغالة بيه رفيع، فهستبدل العمود بلفة بغرزة النص عمود. فارتفعت كده وبدأت بنص عمود، وهكمل الغرز كلها بنص عمود. تمام، هرتفع قد ايه؟ هرتفع حوالي 8 سنتي. يبقى انا عملت هنا كده 5، هرتفع 8 سنتي بنص عمود، وبعدين ارتفع تاني 5 سنتي بنفس الغرزة اللي احنا اشتغلناها في الاول. هيبقوا كلهم كام؟ 5 و5 10، يبقى 18 سنتي. عايزة تكملي الكفر بتاعك بالغرزة دي مفيش مشكلة، عايزة تعمليها كلها نص عمود برضو عادي، حشو عادي اي غرزة. فانا هكمل زي ما قلت لكم كده 18 سنتي، وبعدين نرجع سوا عشان نعمل مع بعض الحرف الصدفة اللي من على الجنب، الحرفين. خلاص هكمل انا وارجع لكم. انا حبايبي عملت القطعة زي ما قلت لكم، الجزء اللي من تحت عملته من فوق، بس في الاخر زودت سطر نص عمود عشان اعرف اشتغل الغرزة اللي هي التجميلية. زي ما قلت لك، حابة تكملي لحد 20 سنتي بنفس غرزة اللي هي الحشو والعمود بلفة في مكان واحد براحتك، عايزة تكمليها نص عمود براحتك، حشو براحتك، اي غرزة تحبيها. تمام، انا هبدأ هنا اسحب الخيط عشان اعمل الغرزة اللي هي زي الصدفة. فهعمل ايه؟ هاجي كده عند اول حلقة، عند اول غرزة نص عمود معانا، نزلت تحت
نزلت تحت الحلقتين وسحبت الخيط كده اهو، سحبت الخيط. هرتفع سلسلة واعمل جنبها نص، او اعتبرها هي عشان الخيط معايا سميك هعتبرها غرزة. تمام. طب بعدين هسيب غرزة واروح للي بعدها واعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. 1 2 3. طبعا انا مش هكتر عن 3 ليه؟ لان انا شغالة بديفا وعلى فتلتين فسميك معايا. هسيب غرزة واروح اللي بعدها واعمل حشو. عايزة تعمليها حشو عادي، عايزة تعمليها منزلقة عادي، يمشوا الاتنين. هسيب واحدة وادخل اعمل في اللي بعدها 3 عمود بلفة في نفس المكان اهو اهو. هسيب واحدة واروح للي بعدها واعمل حشو. طبعا باخد الخيط بتاع البداية تحت الشغل عشان انضفه بالمرة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا رب يكون واضح اهو. اغير لكم بس الاضاءة. تالي هي دي احسن حاجة. طيب اسيب غرزة واروح للي بعدها واعمل ايه 3. لو انت طبعا شغالة بخيط رفيع ممكن تعملي 5 عمود بلفة مش 3. تمام. انا بعمل 3 بس لان الخيط معايا سميك، انا شغالة على فتلتين زي ما قلت لكم. ماشي اهو. هسيب غرزة واروح في اللي بعدها واعمل الحشو، وهمشي بالشكل ده لحد ما اخلص الحرف ده، وارجع امشي على الحرف اللي من تحت ده برضو بنفس الصدفة، اخلصهم ونرجع مع بعض ان شاء الله عشان نشوف هنتني الجزء ده ازاي اللي احنا المصحف هيدخل فيه. نشوف هنشبكه ازاي في كذا طريقة، وبعدين نعمل مع بعض الوردة المجسمة. هخلص وارجع لكم. انا حبايبي هنا شبكت جزء الناحية ديت وسبت معاكم الناحية. دخلت عادي بإبرة التنظيف. ممكن انتي بالإبرة الكروشيه تخشي كده في غرزة وتاخدي اللي قصادها وتعملي غرزة حشو او منزلقة براحتك. انا بصراحة اخترت الإبرة العادية والخيط وهسرجها عادي. دخلت كده اهو، طلعت من الناحية دي ادخل تحت الغرز كده واطلع من الناحية التانية، بس سبت معايا جزء في الاول عشان اثبته واروح راجعة تاني اهو. تمام اهو. وبعدين ارجع ادخل تاني وادخل في اللي قصادها بالشكل ده اهو، واطلع من الناحية التانية واطلع برضو في اللي قصادها رايح جاي اهو بالشكل ده. زي ما قلت لكم عادي ممكن تشبكيها بغرز بإبرة الكروشيه حشو او منزلقة اهو بالشكل ده رايح جاي. اهو اخر غرزة بس ايه تمشي عليها كويس، تثبتيها حلو اهو بس كده. والابرة في مكانها هعمل ايه؟ بصوا ازاي بنضف الخيط. انا بمشي كده في الغرز بإبرة التنظيف اللي هي ديت الألمونيوم ما بين الغرز، يعني بيبقى صعب جدا ان الخيط يفلت او حتى ان انت تعرفي قفلتي ازاي. واسحب خلاص اهو، افرد شغلي واروح قصة الزيادة بالمقص بس كده. هنقلف وننضف الناحية التانية بنفس الطريقة زي ما انا نضفت كده الاجزاء دي. تمام. يلا بينا بقى نعمل مع بعض الوردة ونشوف طريقتها عاملة ازاي.
هستخدم في الوردة برضو أليس ديفا الأبيض، طبعا اللون فاتح، أو ممكن استخدم اللون ده عادي. ممكن اللون ده عشان ينور أكتر. ممكن ايه يعني احنا هنا، أنا هنا عملت الوردة سوري، أنا هنا عملت الوردة بالأبيض، وجيت في آخر جزء ومشيت عليها بلون الكشمير. تمام. انا هعمل الوردة باللون الزهري دوت، وامشي عليها باللون الابيض في اخر سطر. طيب، عشان نعمل الوردة لازم يبقى خيط معاكي رفيع وابرة صغيرة زي الابرة اللي انا هستخدمها 3.5. لو متاح ابرة 3 هيبقى برضو افضل ليكي. تمام، عشان الوردة بتحب ايه الابرة الصغيرة اهو. طلع نجهز الخيط، والافضل انتي تشتغلي من القلب. تمام. هنشتغل مع بعض، هنعمل عقدة البداية العادية. تمام. وهنشتغل 82 سلسلة. معلش عدد كبير من السلاسل، بس لازم تعدي وانتي بتعملي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هخلص ال 82 سلسلة وارجع لكم. بصوا يا جماعة، عشان وقت الفيديو، بعد ما نعمل ال 82 سلسلة هنعمل فيهم غرز حشو. تمام، هندخل في كل غرزة ونعمل حشو. انا هعمل 82 سلسلة واعملهم حشو وارجع لكم. انا حبايبي مشيت على السلاسل ال 82 سلسلة بغرز الحشو زي ما انتم شايفين كده. تمام. جيت في اخر غرزة خلاص عملتها، هرتفع سلسلة والف الشغل وادخل في اول غرزة واعمل حشو. تمام. ارتفعت وجيت في اول غرزة عملت حشو. ارتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، واسيب 3 غرز 1 2 3، وادخل في الرابعة واعمل حشو عشان نكون الفراغ دوت اهو بالشكل ده كده اهو. تمام. هرتفع من مكاني 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 سلسلة. هسيب من تحت 3 غرز، 1 2 3، وفي الرابعة ادخل واعمل حشو اهو. 1 2 3 4 5 6 اهو. 1 2 3 1 2 3، في الرابعة ادخل واعمل حشو اهو. تمام. وضحت الجزئية دي، هيبقى معانا كده بالشكل ده. في الاخر لما نخلص هنلاقي معانا 20 وحدة من الوحدات دي. يبقى برتفع 6 سلاسل واسيب 3 غرز واعمل حشو في الرابعة. خلاص هخلص الجزئية دي وارجع لكم. انا هنا بقى عملت الفراغات زي ما قلت لكم، معايا 20 فراغ، 20 وحدة. خلصت طبعا، خلصت بحشو. هرتفع سلسلة والف واعمل في اول غرزة سوري ارتفعت سلسلة واعمل حشو في الفراغ. اول فراغ يقابلني هدخل فيه واعمل حشو كده، وارتفع 2 سلسلة، يبقى دخلت في الفراغ وعملت حشو وارتفعت 2 سلسلة. هعمل بقى في الفراغ ده نفسه 10 عمود بلف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واروح مرتفعة سلسلتين واعمل في نفس الفراغ غرزة حشو اهو بالشكل ده. تمام. يبقى عملت لفيت ارتفعت السلسلة ولفيت الشغل، عملت حشو في الفراغ وارتفعت سلسلتين، وبعدين عملت 10 عمود بلفة. ورحت مرتفعة سلسلتين وعملت حشو في نفس الفراغ. هروح للفراغ اللي بعده،
اعمل حشو وارتفع 2 سلسلة وارجع اعمل 10 برضو عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 بزق عادي بايدي كده عشان اوسع. 8 9 10 وبعدين سلسلتين واعمل حشو في الفراغ نفسه. يبقى انا ببدأ الفراغ بحشو سلسلتين وبنهيه بسلسلتين حشو. تمام. واروح على البتلة اللي بعدها او الفراغ اللي بعده اعمل حشو سلسلتين و10 عمود وبعدين سلسلتين حشو، واللي بعدها حشو سلسلتين 10 عمود سلسلتين حشو، وهكذا لحد ما نخلص الوحدات كلها. خلاص اخلص الوحدات كلها وارجع لكم ان شاء الله نعمل السطر الاخير ونعرف ازاي هنلف الوردة ونثبتها. انا حبايبي خلصت وقصيت خيط الزيادة. هنعدل بقى كده البتلة بتاعتنا ونيجي على اول اهو اول غرزة معانا ونبدأ نسحب. انا مثلا هعمل السطر ده بالابيض، عايزة تعملي بنفس اللون مفيش مشكلة. هسحب الخيط وارتفع سلسلة وهمشي بغرز حشو على كل السلاسل. كل السلاسل اللي عندي همشي عليها بايه؟ بحشو. طب لما اخلص ال10 عواميد اللي انا كنت عاملاهم اهو نشوف كده هنعمل ايه. اهو ادخل في كل غرزة تحت حرف الفي واعمل غرزة حشو اهو بالشكل ده. هيجي عندي اهو الجزء ده اللي هو فيه السلسلتين هعمل غرزة حشو واحدة وبعدين ارتفع سلسلتين واروح فين؟ عند اول غرزة في البتلة اللي بعدها واعمل برضو حشو هكذا اهو حشو بالمنظر ده. يبقى همشي على الغرز كلها بالحشو واجي في الفراغ هنا واعمل حشو سلسلتين وابدأ البتلة اللي بعدها لحد ما اخلصها خالص وارجع لكم. انا حبايبي حسيت ان الابيض مش حلو فعملت غرز الحشو بنفس الايه اللون. هو اصلا الخيط اللي انا شغاله بيه جانجان. طيب هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك البتلة كده من اولها ونعمل كده اهو، يعني نقفل دي كده على دي ونبدأ نلف ونظبطها كده واحنا بنلفها ونمسكها طبعا بايدنا مثبتينها اهو. تلفي كده ونحاول نفرد الوردة واحنا شغالين اهو بالشكل ده. تكوني طبعا محضرة من قبلها الابرة والخيط طبعا بنفس لون الوردة. تمام اهو اهو. طبعا التزيين ده يرجع لك، عايزه تعملي ورد، عايزه تعملي فراشة مثلا يعني حاجة ترجع لك انتي. انا كده لفيت الوردة، لو بصينا من ورا هنلاقي شكلها بالشكل ده. تمام اهو. لازم تبقى شكلها عامل كده من ورا معدولة ومتساوية. طيب خلاص انا عملتها ماسكاها بايدي عشان ما تتفكش اهو. معايا الابرة والخيط زي ما اتفقنا اهو. هبدأ اثبت الوردة في المنتصف، اجيب من بره يعني بالنظر هنفضل نثبت فيها اهو
انا لضمه الابره وادخل واطلع من ورا، هثبت في النص وابدا اتحرك على الاطراف بحيث ان الوردة كلها بقى متأكدة ان ايه ثبتت معايا اهو. تمام، هبدأ اتحرك لبره شوية اهو. اهو من ورا كده، مشدتش كويس الظاهر، وناخد بالنا من حاجة زي كده اهو. تمام اهو، احاول اخد من على الحروف اهو وادخل، بس اطلع من السنتر، يعني اطلع من منتصف الوردة عشان مبوظش المنظر. تمام اهو. اهو ظبط كده، انا عايزة اثبت الجزئية دي مثلا، فهدخل واحاول اطلع فين اهو، اطلع عندها كده عشان اثبتها اهو، واشد سوري الوردة. يبقى انا هشتغل بالشكل ده لحد ما اخلصها واثبتها خالص وارجع لكم عشان نعمل فرع الشجر ونثبتها ازاي، بحيث ان احنا مش عايزين اي حاجة تبان من الشغل، وخصوصا لو انت عاملة الشغل ده للعملاء. يعني واحنا بنثبت الشغل بتاعنا في طريقة بحيث ان انتي ما تبينيش اي ديفوهات ولا اي خيوط زيادة. هخلص وارجع لكم. دلوقتي هنعمل مع بعض فرع الشجرة اللي هو بالشكل ده، شكله جميل قوي وبسيط جدا ومفيهوش اي مشكلة. هنعمل ايه؟ طبعا انا سايبه جزء من الخيط عشان هنثبت بيه. هنعمل عقدة البداية العادية، نرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونيجي في اول غرزة ونقفلهم بمنزلقة. طبعا كل ده في فيديوهات الاولى على القناة، ازاي تعملي بتاع ده عقدة اللهم صل على النبي، ازاي تعملي عقدة البداية والدايرة السحرية. دي طريقة للدايرة السحرية، ان احنا بنعمل 5 سلسلة ونقفلهم بمنزلقة، نرتفع سلسلة جوه الفراغ اللي اتكون عندنا ده. هنعمل، ركزوا بقى معايا، هنعمل 1 حشو اهو، بعدين 1 نص عمود، بعدين 3 عمود بلفة، ادي 1 ادي 2 ادي 3، بعدين 3 عمود بلفتين. طبعا كل ده موجود، بقولكم مش عارف في هيلاقيه على القناة ازاي نعمل عمود بلفتين. تاني 1 تالت 1 اهو، بعد كده هنعمل عمود ب3 لفة سوري، 1 2 3 اهو اهو، بعدين في مكاننا نرتفع 3 سلسلة ونعمل غرزة بيكو. هدخل هنا كده واللي قصادها واعمل منزلقة بالشكل ده، وارجع تاني في الفراغ واعمل، هبدأ من الاخر بقى عمود ب3 لفة اهو، بعدين 3 عمود بلفتين، 1 2 3 اهو، بعدين 3 عمود بلفة، 1 2 3، بعدين 1 نص عمود اهو، غرزة نص عمود وغرزة حشو. تمام، هنشد الفتلة من ورا، هنضيق ونفرد
الفرع بايدينا كده بالشكل ده. هناخد غرزة، ممكن ندخل في النص كده ونعمل غرزة حشو ونقطع الخيط. هنسيب مسافة نثبت بيها زي ما اتفقنا. نشد الإبرة اهو، وهنشوف دلوقتي بقى ازاي نثبت مع بعض الوردة في الكفر، بحيث نعمل كده ما نلاقيش خياطة هنا، يعني ما نلاقيش اثر للوردة هنا. ازاي هنعمل ايه؟ ادي الوردة بتاعتنا وادي الابرة لضمنها. بالشكل ده. طيب احنا هنوسطنها كده. بصوا بقى، هنزل مثلا في السنتر في النص واطلع من ورا، وانا بطلع عايزه اطلع في قلب فراغ، قلب فراغ ماشي اهو. واروح ساحبه الخيط بتاعي بالشكل ده كده. نعدل بس الخيط. خلاص هرجع لورا تاني. بصوا بقى، انا عايزه ادخل، ما انا لو دخلت في مكان تاني الخيط هيبان من عندي هنا. امال انا اعمل ايه؟ لا، انا بدخل في نفس المكان واروح ماشيه شويه من تحت كده غرز، واروح داخله وطالعه اهو في السنتر وشده. وهنشوف مع بعض ان احنا مش هنلاقي اي حاجه ان شاء الله. بصوا مفيش اي حاجه من ورا. تاني هثبتها شويه كده بكام غرزه من النص، وبعدين هنتنقل الاطراف زي ما اتفقنا. هدخل تاني وابص من ورا، وانا بطلع اطلع في فراغ مش في قلب غرزه عشان ما يبانش اهو. بصوا طلعت في حته ايه، في فراغ. اروح سحبه، ظبط الخيط معايا عشان ما يكلكعش وتبقى مشكله معانا اهو بالشكل ده اهو. انا كده ثبت السنتر. عايزه انتقل بقى على الحروف عشان برضو الورده بتاعتي تبقى مثبته بشكل كويس. همشي كده من جوه من جوه اهو، وادخل اهو واطلع من ورا اهو. طلعت وليكن هنا اهو، اهو طلعت هنا عادي. هسحب اهو تمام. هدخل من جنبها على طول وابص من ورا ان انا اطلع في فراغ اهو. طلعت في فراغ اهو. معلش لو ايدي بتسرح وبتبعد عن الكاميرا مش واخده بالي. ملاحظين ان مفيش اي اثر ورا رغم ان هي بتثبت معانا كويس جدا. طيب هدخل وامشي من جوه هفضل ماشيه ماشيه واروح كده واروح طالعه عشان اروح لمنطقه تانية اهو. طلعت هنا مثلا، اروح سحبه الخيط عشان ما يبانش معايا اي حاجه اهو. وادخل تاني واطلع، وانا بطلع زي ما اتفقنا اطلع في جزء يكون فراغ اهو واسحب، وهكذا لحد ما نثبت الوردة بتاعتنا كويس ماشي. بعد ما نثبتها هنجيب الفرعين الورد الشجر وهنثبتهم بنفس الطريقة زي ما عملنا، واحد كده مثلا وواحد بالشكل ده. اوكي طيب وننضف خيوطنا اللي باقيه كويس جدا. ممكن بقى فصلولي بالمسدس الشمع ونحطه في النص هنا. طبعا هعيد تاني واقولك التزيين براحتك. انا كنت عامله كفرين تانيين، بس كنت عامله الورده المجسمه وعامله كمان ورده جنبها صغيره عاديه والفرعين. المره دي انا اكتفيت بورده بس عشان تبقى سيمبل شويه. فالتزيين ده حاجه ترجع لك انتي براحتك انتي. فانا كده هخلص ونرجع مع بعض عشان يعني انا عايزه بصراحه اوصل لكم كل معلومه. هنعمل مع بعض الفاصل اللي بنعلم بيه اهو. الفاصل ده ممكن تعمليه باي شكل، ممكن من تحت كده فراولايه ورده فراشه صغيره كوره كده بسيطه براحتك خالص. فهخلص تشبيك وارجع لكم. ايه رايكم حبايبي؟ انا لبسته المصحف
شكله رقيق قوي. وبيدي بهجة كده للمصحف. فاضل بس معانا هنعمل الايه الفاصل زي المصحف ده، الفاصل بتاعه. تمام، يلا نقول بسم الله ونبدأ نعمل الفاصل. انا الفاصل هنا هعملها ورد بسيطة. هتبقى ازاي؟ هنعمل عقدة بداية اهو، ونعمل مثلا 5 سلسلة، 1 2 3 5، ونقفلهم بمنزلقة زي ما اتفقنا قبل كده اهو. طيب هرتفع كام؟ هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، واعمل جنبها 3 أعمدة بلفتين اهو، 1 2 3، كمان 1. انا عايزاها وردة زنطوطة اهو، 1 2 3 كده. اعمل واحدة كمان بسلاسل ارتفاع يبقوا مجموع 4 اهو. تمام. طيب هرتفع 3 سلسلة واعمل ايه؟ وانزل في الفراغ واقفل بمنزلقة. تمام، ادي اول بتلة معانا. احنا بنمشي على الخط ده واحنا شغالين. طيب هرتفع تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4، واعمل بتلة تانية اهو، 4 عواميد ب2 لفة، 4 عواميد ب2 لفة اهو بالشكل ده كده. 3، الرابعة اهي اهو. خلاص هرتفع 3 سلسلة وانزل في الفراغ واعمل منزلقة. ارتفع تاني اهو، 1 2 3 4، واعمل جنبها 3 عواميد ب2 لفة عشان يبقى الاجمالي 4. ادي كده التالت اهو، 1 كمان ادي 4. طب احنا هنعمل كام بتلة؟ هنعمل انا كده 4. هنرتفع 3 سلسلة ونقفل تاني بمنزلقة في قلب الايه الفراغ، سوري اهو. هرتفع تاني 1 2 3 4. ناخد بالنا ممكن نزق البتلات بايدينا هيمشوا، هيتحركوا معانا عادي جدا، او نوسع نفسنا الفراغ هيتحركوا معانا. طيب اعمل كمان جنبها زي ما قلنا 3 عمود بلفتين اهو، دي كده 2، ده التالت، 1 كمان 4 اهو. ارتفع 3 سلسلة وانزل في قلب الفراغ واعمل منزلقة. نوسع لنفسنا ولا ممكن نكتفي بكده؟ هنعمل ايه اهو، هنرتفع سلسلة عشان نقص الخيط. بس احنا مش هنقص الخيط، احنا هنشد الخيط الاول اللي من ورا احنا كنا شغالين عليه. ممكن تعمليها 5 بتلات براحتك خالص، حاجة ترجع لك. بس قبل ما نرتفع هنلضم ايه، هنعمل عقدة كده عشان ده ما يتفكش تاني بعد كده. اوعي تطلعي الخيط من ابرة الكروشيه، احنا لسه ما خلصناش. هعقد مرة كمان اهو. تمام خلاص خلصتها. هي قلبت معايا على فراشة وردة بسيطة سيمبل ماشي. هرتفع بقى ايه سلاسل عادية اهو. في ناس بتمشي على السلاسل دي تاني بغرزة حشو براحتك. انا هكتفي بسلاسل بصراحة بس اهو. طولها المهم ان هو يعدي من المصحف ويبقى ايه نازل شوية من المصحف اهو بالشكل ده. سلاسل اهو. تاني اجيب المصحف واحطه عشان اشوف الطول كده هل هو مناسب ولا لا اهو. اجيب المصحف بتاعي افتحه. نشيل بقى المصحف من الكفر عشان نعرف نثبت فيه. هنيجي كده نيجي في النص بالظبط ونحط كده
ونشوفه. يعني عايز كمان ايه، نقول 5 سلاسل كمان اهو، 1 2 3 4 5 6 7. نشوف كده تمام، حلو قوي. طب هنثبت ازاي بقى؟ بصوا معايا، هنيجي عند الاطار الابيض اللي احنا عاملينه من فوق، الابره معانا والغرزه في ايدينا اهو، وندخل في اي غرزه تقابلنا ونعمل حشو اهو. تمام، عملت حشو اهو، ثبتها. امشي منزلقه على ايه، مثلا غرزتين ولا حاجه، عشان بس اثبت. تمام اهو، منزلقه. طبعا منزلقه ما بتعمليش حاجه، بس اقص الخيط وانضفه بإبرة التنظيف، ويبقى معانا المصحف الكفر بتاعه اتعمل. ومن الجنب طبعا هنا بنقص من ورا، احنا عدناها كذا مرة، خلاص اتأكدنا واطمنا عليها اهو، معانا بالشكل ده. حاجة سيمبل بسيطة. تمام. زي ما اتفقنا، اللي من فوق ده هنمشيه بإبرة التنظيف نداريه نهائي خالص، وكده يبقى انتهى معانا كفر المصحف. اتمنى حبايبي يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك، ولو انتي ما اشتركتيش في قناتي اشتركي عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.